هلو معاكم هدير نجيب لايف كوتش يوجا انستراكتور سول دانسر اند ديتوكس كونسلتنت. النهارده جاي اتكلم معاك عن شعور الغربة. وشعور الغربة مختلف تماما عن شعور الوحدة. طيب ايه هو شعور الغربة؟ خليني اشرح لك يعني ايه شعور الغربة. شعور الغربة هو انك انت حاسس دايما انك لوحدك، حتى لو في حواليك ناس كتير انت بتحبهم برضو هما بيحبوك، بس انت حاسس ان انت لوحدك في تفكيرك، لوحدك في البرسبكتيفز بتاعتك او الابعاد بتاعتك او وجهات النظر. انك حاسس انك انت مش بتلاقي البيت بسرعة. شعور البيت يعني مش بسهولة بتحس بانك هوم او بيت، او انا قاعد اكنك شخص شايل شنطة، دايما بقول كده، وبتدخل المكان اللي المفروض انك هتعتبره بيتك، بس انت شايل طول الوقت شنطة اشيائك على جسمك، اللي هو اكنك بتعزل طول الوقت ترانزيت. فانت حاسس ان انت طول الوقت ترانزيت. ده من يعني وصف الشخص اللي بيحس بشعور الغربة. الشخص ده حاسس ان هو عايز يعيش في كوكب تاني. الشخص ده دايما بيواجه مشكلة بانه مش لما بيجي يتكلم مش بيعرف يوصل اللي جواه بالظبط، وبيحس ان هو بيعاني عشان يوصل اللي جواه، ودايما بيقابل شخص بيتهمه او بيظن في اللي، يعني مثلا هو بيحكي حاجة فاللي قدامه بيفضل يظن في اللي هو بيقوله، ويفضل يتهمه ويفضل يحسسه بان هو نيته وحشة، ويفضل يشككه في نفسه. دايما بيقابل اشخاص تحسسه ان صورته ضعيفة. معظم الوقت بيتولد وسط ناس مش شبهه خالص، وسط ناس بعيد كل البعد عن شكله وتفكيره وسيستمه النفسي، يعني مش شبهه في اي حاجة، بيتولد وسط ناس كده. معظم الوقت يعني مش عاوز اقول. الشخص ده بيعاني معاناة في العلاقات كتير. الشخص ده منطوي جدا، وفي نفس الوقت يبان اجتماعي. يعني هو منطوي بس هو بيبان اجتماعي. الشخص ده أحيانا بيحس إن هو كويس جدا، ولكن هو من جوه مش كويس. يعني دايما بيحب شعور إن هو يبقى كويس، بس هو من جوه ممكن ما يبقاش كويس، بس هو بيحب المود ده فبيوجده لنفسه بأي طريقة. الشخص ده أهم حاجة عنده إنه ما يبطلش سعي، وما يبطلش إن هو يدور على المود ده، فهو في حالة سعي دائمة. كلنا في حالة سعي دائمة، بس ده بيسعى بيسعى بحرب أولا، وبيسعى لوجود المزيد من السلام، مزيد من الشعور بالأمان والبيت اللي أنا كلمتك عنه، بس هو مش ملاقيه فهو دايما بيجري وراه. الشخص ده بيواجه شوية صعوبات في حتة انه يلاقي يصدق ان حد بيحبه، ودايما بيبقى عايز انتمسي قوي، دايما عايز شخص لازق فيه، وفي نفس الوقت مش لازق فيه، يعني عايز شخص يحسسه بالحرية، وفي نفس الوقت شخص يحسسه دايما انه بيحبه، ويعبر كتير عن حبه، ويأكد له ان هو بيحبه، ويقول له ان هو بيحبه، ويهتم بيه، ويكلمه كل شوية بمشاعر وبعاطفة. هو عايز كده، الشخص ده بيبقى عايز كده. الشخص ده فيه صفات كتير، لو كلمتك عنه من هنا لبكرة مش هنخلص. وطبعا أهم صفة فيه إن هو شخص سنسيتيف جدا، وعنده الهالة بتاعت الطاقة بتاعته رقيقة وحساسة. مش معنى كده إن هو ما يقدرش يحميها، ولكن هو هي ربنا خلقها كده، وخلق السيستم النفسي بتاعه كده عشان هو عنده رسالة ودور. انا ليه بكلمك كده؟ لان انا كنت زيك وعندي صفات كتير من اللي انت بتقوله، وكنت يعني عندي شعور الغربة، ولحد دلوقتي بيجي لي ساعات كتير ومش هيروح على فكرة 100%، لان الشعور ده دايما بيفيدك بطريقة معينة، دايما بيخليك تحافظ على الحتة بتاعت انك ما تتأذيش، والحتة البيور اللي جواك تفضل موجودة، لانه اللاير البيور دي بتساعدك على ان انت تبني طاقة نظيفة بيور من عند ربنا تبني عليها. مستحيل ان انت اللير الاولانية تتوسخ وتعرف تبني عليها طاقة بيور. لو اتوسخت البنيان الباقي هيبقى مش مظبوط.
فربنا دايما بيخلي عندك الحتة دي عشان انت تفضل دايما في حالة سعي انك فعلا تبقى في سلام، تبقى في امان لللاير الاولانيه، ما تتاذيش تماما. اكيد بتخش في تجارب، واكيد بيحصل لك رفض وبيحصل لك مشاكل وبتعاني فعلا من الرفض كتير في حياتك، ولكن انت بتحافظ على الحته البيور دايما، الحته اللي هي فيها نقاء قوي. الناس ممكن لما تعمل معاك تقول لي الشخص ده ازاي نقي كده يعني. ف اللي هو ممكن كمان يقولوا عليك ساذج طيب زياده، يقولوا ايه ده، شوف العبيط ده مش عارفه ايه، اللي هو يعملوك كده، اللي هو انت بتبقى عندك خبره وعندك تجربه حياتيه، بس انت عندك نقاء مش موجود عند حد يعني. فما بيبقاش ليه علاقه خالص بالتجربه، وانك صايع ولا مش صايع، وانك مقطع السمكه وديلها. لا، ممكن تكون مقطع السمكه وديلها بس انت شخص نقي فقط يعني، اللي هو قلتها لك فقط لانه نقاء دي كفايه قوي يعني، ملهاش دعوه اصلا باي حاجه تانية. فالتجربة والصياعة وانك تكون عندك سكيلز ومهارات تعاملية وعاطفية ومهارات اكتسبتها من علاقات كتير، ملهاش دعوة بانك انت تحافظ برضو على الجزء النضيف اللي جواك. anyways فانت هتلاقي دايما الكومنت ده بيجي لك انك شخص حساس، انك شخص ممكن تكون طيب وساذج، انك شخص ايه ده، ازاي لما الناس تتعامل معاك كده ازاي تحسك طيب. انت ممكن تشك في نفسك انك ايه ده، هو انا لما الناس تقول عليك كويس تبتدي تحس ايه ده، هي الناس شايفاني كويس وانا حاسس ان انا وحش، لان انا عندي خبره وعندي بكلم ناس كتير وعندي علاقات كتير ومش زي ما هما شايفيني. لا، انت فعلا كويس، انت عشان عندك نقاء فبيدي طاقه حلوه قوي للناس اللي حواليك. ولكن انت في التجارب بتاعه العلاقات بتعيش بالسكيلز بتاعتك او بتجرب السكيلز وبتكتسب سكيلز، لكن انت محافظ على النقاء كويس قوي وبتسعى انك تحافظ على النقاء. طيب الشخص ده حله ايه؟ هيفضل لحد امتى حاسس بالغربه؟ يعني هتفضل لحد امتى حاسس بالغربه؟ احساس الغربه زي ما قلت لك هو مش هينتهي تماما، ما ينفع يعني، مش هينفع هتوصل لمرحله يبقى نور بالنسبه لك وتكتشف ان هو حاجه من عند ربنا حلوه قوي، ولكن شعور الغربه هيقل لحد ما توصل للحته بتاعت ان انت خلاص عرفت ان هو حاجه نور. مش هتسميه غربه ساعتها، هتسميه ان هو رساله. فاول ما تدرك دورك، واول ما يا جماعه في ناس كتير قوي عندها الحاجات اللي انا قلتها دي كلها ومش عارفه توظفها، مش عارفه ازاي تستخدمها. انتوا ليكوا رساله، انت كشخص ليك رساله، ليك رساله في الدايره بتاعت اهلك لو ان هم مش شبهك، انك تنقل لهم طاقه معينه في دوائرك، في الشغل، دوائر زمايلك، دوائر اصحابك. انت ليك رساله من خلال ده، انك ما بتعمل ده انت بتبدأ تحافظ جدا على الطاقة بتاعتك، وتعرف انه دورك مهم للناس بقى اللي اللاير الطاقية بتاعتهم مش حساسة. وده مش معناه ان هم قليلين، لا، ده معناه ان هم عشان هيقوموا بأدوار تانية، عندهم أدوار تانية ما ينفعش يبقوا عندهم نفس السيستم النفسي بتاعك ونفس الطاقة الرقيقة بتاعتك. فما ينفعش يبقوا زيك، فانت عليك دور ليهم، للناس اللي عندها مهام ممكن تكون مشقة. الناس دي عندهم مهام شاقة شوية، وانت عليك انك انت تفضل تقوم الدوائر دي وتعمل لهم بالانس في حياتهم بطاقتك، بكلامك معاهم، بوجودك في حياتهم، بوجودك فقط من غير ما تتكلم، طاقة توازن ليهم، تأثير في توازن ليهم. انت عباره عن ذبذبه طاقيه، كلنا ذبذبه طاقيه، مفيش حد اعلى من حد في الحته دي، كلنا ذبذبه طاقيه. بس هما ممكن يكون ما عندهمش الدوائر بتاعه الذبذبه مش بتتوسع زيك، لانك انت عندك رساله، فرسالتك انك تستخدم طاقتك دي. عشان كده في الكورس بتاع Releasing Others اللي انا عاملاه، باخد الناس اللي عندهم احساس بان هما عندهم رساله، عندهم دور. لو انت بتشتغل سيلز، لو انت بتشتغل اي شغلانه في الدنيا، هتحس وانت في الشغلانه دي انه في حاجه تانية انت محتاج تعملها وتقدمها. هتحس انه من خلال المكان اللي انت فيه، لا ده مش كفايه، انا في حاجه تانية محتاج اعملها وانقلها وانسباير حد بيها، او الهم حد بيها، او اساعده بتاثير معين مختلف خالص عن التاثير اللي انا بعمله. ما تسيبش شغلك، ولكن ادي فرصه لنفسك انك تطلع المهاره دي، انك تساعد دوائر حواليك، انك تخش في كوميونتي ناس شبهك عندهم نفس الحاجه اللي انت ممكن تكون عانيت منها وكنت فاكر ان انت لوحدك فيها. ساعتها مش هتحس بالغربه، ساعتها هتحس انه في كوميونتي شبهك. ما ابتديتش ان انا اوجد المشاعر دي لنفسي واحس ان انا I belong للبشر اصلا غير لما لقيت في ناس شبهي.
غير لما لقيت ناس بتفكر زيي، غير لما لقيت حد لما بتكلم بيفهم انا بقول ايه. يعني لان انا كنت بتكلم اصلا مش بتفهم، فبحس ان انا خلاص عايزه اتخرس، عايزه ابقى خرصه، لان انا حاسه ان انا مش بتفهم لما بتكلم. ف... فالموضوع محتاج ان انت تنضم للناس بتتكلم نفس لغتك، نفس افكارك، نفس مشاعرك، ومحتاجه نفس الاحتياجات اللي انت محتاجها. لان انت لما بتتكلم عن احتياجاتك برضو بتحس ان انت غريب، لانه مش كل الناس محتاجه الحاجات اللي انت محتاجها، مش كل الناس محتاجه الانتمسي بالشكل اللي انت عايزه. فلما تلاقي الناس شبهك بتحس انه ايه ده، طب تمام، انا حابب الارض وحابب اكمل في الحياه، يعني مش متضايق خالص يعني. ف ده حل الموضوع، انك تنضم لناس شبهك، انك تخش في حاجات زي اللي انا بعملها او ناس تانية بتعملها، جروب ثيرابي. دور على الناس الحقيقية. كتير قوي من الناس مؤثرين على السوشيال ميديا، مؤثرين في حتت كتير، بس هما بيظهروا ده، ولكن في الباطن الحقيقي مش طالع. الحقيقي هم مش عارفين يوظفوه، مش عارفين يطلعوا الحقيقة بتاعتهم، وبيطلعوا طاقة فيها تزييف إلى حد كبير. لان السوشيال ميديا للاسف نقلت لنا ان احنا عايزين نوصل لايمج معينه، عايزين نصدر صور معينه، عايزين ابروف بشكل معين. فبنبدا فبيبدأ العقل اللاواعي دايما يفكر بالطريقة دي، فبيبدأ دايما العقل اللاواعي يفكر بطريقة ان انا عايز اخد صورة اوافق بيها عن نفسي من خلال الصورة اللي الناس بتشوفني بيها او اللي بنتشر من خلالها. فاحنا طبعا بنظبط الحاجات دي كلها، بنظبط ازاي تنتشر، ازاي تعرف تعمل جلسة، ازاي لو مش هتعمل مش تبقى لايف كوتش، تبقى بتدير العلاقات صح، بتعمل تواصل صحي مع الناس، تقوم بالدوائر اللي حواليك وتنهض بيها وتديها طاقة توازن كويسة وتخليهم يطلعوا. تعرف ازاي لما تقعد في قعدة متقعدش تتكلم عن الطاقة وعلى البوزيتيف انرجي وخلاص والناس تنفر منك. تعرف ما تتأذيش لما تيجي تتكلم مع حد بشكل بوزيتيف، تعرف ازاي تحمي طاقتك وتحمي طاقته. تعرف حاجات وتكنيكس كتيرة قوي، اولهم تعرف انت السيستم النفسي بتاعك شغال ازاي ومحتاج يحرر ايه. فانا هكون مبسوطه قوي لو انت انضميت لكورس Releasing Others. هو هيبدا يوم 1 فبراير. هو عباره عن شهرين، الكورس عباره عن شهرين، هنقعد شهرين مع بعض، ندرس حبه حاجات، نتمرن تمارين، نعمل سكادجول وبلان ولايف ستايل لينا نمشي فيه، ونكتشف بعض من خلاله، ونتكلم كل يوم مع بعض، ونشات كل يوم مع بعض، ونفتح قلبنا كل يوم مع بعض البعض. فهي جورني طويلة شوية، بس هتكون رائعة ليك ولنفسيتك ولينا كلنا، وللنية القوية اللي أنا دايما بقولها، إن إحنا هدفنا نساعد بعض نوصل للراحة النفسية خلال رحلتنا الحياتية. أشوفك إن شاء الله في كورس Releasing Others. ولو حبيت تتواصل مع التيم أو تتواصل بخصوص الكورس أو لأي استشارة، هتتواجد هناك في انستجرام بيج على الرقم ده. هتلاقي أي حد بيتواصل معاك من التيم على طول ويوصلني بيك. أشوفك في فيديو تاني إن شاء الله. باي باي.